اسمعوا هذا ايش يقول. الصيدلاني من أوائل المهن المهددة بالانقراض، لأنه حاليا ممكن الوصفة الطبية من كمبيوتر الدكتور ترجعها تروح على الصيدلية تكون موجودة، ممكن أي روبوت يناولك تدفع وتمشي. مهدد بالديناصور اروح يعني خلاص اكنسل ارقد. ما لك ناس لي سنتين وباقي 3 سنين جالس اهمهم هم، جاي يقول لي مهدد بالانقراض. ايش فائدتي انا في الحياه لما بتجيب روبوت بدالي؟ ايش اسوي انا كصيدلي يعني؟ انزل ايش اسوي؟ امسح الروبوت انظفه؟ اقسم برب الكعبه ادخل اي صيدليه احصل روبوت اقرح والدي. ايش في كل المهن انقرضت، اي تي وصيدله وحتى الطب. بعدين لما الروبوت بيعمل كل حاجه، احنا ايه لازمتنا في الحياه؟ درسنا ليه وعملنا كل حاجه ليه؟ يعني الواحد ايش بيكون يعمل؟ ياكل ويشرب وينام ويتكاثر بس. ليه تخلقون احنا منافسين في الحياه؟ الروبوتات دون برجع احنا وياهم حرب. ايش عاد باقي؟ ليش نتطور عاد بالعلم زياده؟ طيارات ومعانا مستشفيات ومعانا سيارات ومعانا اسلحه ومعانا وكل دحين يقول لك الروبوتات هي بتعالجك، هو اللي بيخلط وبيعمل وبيجيب لك الدواء، وانا ايش اروح اسوي؟ صدقونا يا جماعه العلم لازم يتوقف باسرع وقت. خلاص لهنا وستوب. كثر الذكاء غباء وكثر العلم جهل. هذه حكمة مني ما حد قال والله العظيم. شوفوا مالكم من العلم الزايد. نص الملحدين الحدوا بسبب انه حاسس نفسه انه ذكي بزيادة. يجي لك واحد ولا في بأمه حاجة، عاقل فاهم درس اما قرح الفيزات حقه يقول لك انا ملحد ما فيش اله. ما فين لقيت انت؟ هجنوك مع كلب يقول لك لا الطبيعة روح حرق شجرة شوف اذا خرجت تطفي نفسها. عرف انه الطبيعة هنا تتحكم. اما جابت الطبيعة يعني نزلت من السماء. هذا الملحدين.